القصه ديالنا كتبدا مع توم قائد في الجيش كاس في واحد لوطيل مدمر، وهاد الصوره مصور مع صحابو كيشوف فيها تسمع شي طوموبيله وصلات على برا قبل ما يوصلوا ليه. هز فردي تيرا في راسو ودع الحياه. فمن بعد داروا ليه جنازه صاحبو برانتو حضر ما فهم والو شنو السبب اللي خلاه يصفي راسو. جا عندو العميد ريتشارد برانتو قال له هاد الموتة ديالو ما مفهوماش، كاين شي حاجه من ورا هادشي. اخر واحد كنت كنتوقع منه غادي يصفي راسو. قالوا راك عارف خدمتنا صعيبه وفيها ضغوطات نفسيه. برانتون قال له طوم كان هو الاسطوره عندنا وقع مع هادشي، انا اش غادي يكون كيتسناني. فالعميد قال له بغيتك في واحد المهمه رفض يمشي ينفذها. قال له غير اسمعني بعدا اش غادي نقول لك، بغيناك تمشي لبوكوتا في دوله كولومبيا وسولو واش كتعرف قسم القوات المشتركه بقياده الجنوب. قال له سامع بها راه كتدخل على كاع المهمات وكتمولها وزاره الدفاع اللي مكلفه بمكافحه النفحه البيضاء ومكافحه الارهاب في داك المنطقه الجنوبيه. ريتشارد قال له هادشي كامل اللي قلتي صحيح، ولكن ركز قلتي واحد الحاجه، هي كيديروا تنسيق بين الوكالات الاتحاديه ووكالات السي اي اي، وقالوا راهم طلبوا منا الدعم في شي مهمه تما وانت اللي غادي تمشي تعاونوا فيها، ورئيس العمليه غادي يكون هو باك توماس. برانتون رفض يمشي في هاد المهمه، قالوا راه ماشي انا اللي مصيفطك، راه الوكاله، والا رفضتي راك عارف العواقب. فبقى كيشوف تعيا وافق يمشي. قالوا راه الطوموبيله كتسناك، سير جمع حوايجك وقصد المطار. داكشي اللي دار صباح في كولومبيا مشى لوكاله الاستخبارات الكولومبيه، استقبلوا الضابط سانتياغو اللي غادي يكون معاه في هاد المهمه. طلعوا الوكاله، دخل شاف توماس با كان مده ما شافوش بعضياتهم. توماس شرح ليه بلي كان في كوستاريكا عايش الحياه حدا البحر حتى عيطوا ليه يجي يسير هاد العمليه. فبدا كيشرح ليه المهمه، وراه الصوره ديال مورليس زعيم عصابه اكبر تاجر النفحه البيضاء في كولومبيا، ومسيطر على 60% ديال الطرقات في كولومبيا اللي كتوصل للحدود الامريكيه، وكيجند الشباب للصالح ديالو. مؤسس عصابه مسميها لا فاميليا دو سايس. وهاد الصوره اللي كتشوف قدامك ليها 10 سنين هادي، من هاديك اخر صوره هو مختفي ما قدرناش نوصلوا ليه. الراقب هيكتور قال له راه ما كيبات جوج ليلات في نفس البلاصه، كيسافر بالليل وعنده شبكه خاصه به وحتى شي واحد ما قدر يحدد البلاصه اللي كاين فيها. قال له اذا كيفاش عرفتو باقي عايش لدابا؟ قال له 3 شهور هادي رجع بان كيصفي المنافسين ديالو واحد من مور واحد، ولكن اخر واحد كان العدو ديالو سميتو دييكو. هادي شي 10 ايام صفالي بقناصه من مسافه بعيده. توماس قال لهم يستحيل يكون هاد مورليس هو اللي صفالي من داك المسافه، 100% استعان بشي واحد خبير القناصه نفذ ليه هاد المهمه، وانا شاك بلي هذا داز في الجيش لان الجيش هما الوحيدين اللي كيتعلموا يقنصوا من اطول مسافه. برانتون قال لهم انا شنو مهمتي في هادشي؟ هيكتور شرح ليه بلي وصلاتهم شي خبار بعد غدا مورليس غادي يكون في واحد الدار جات في واحد المزرعه بعيد على المدينه ب 15 كيلومتر. قال لهم اذا بغيتوني نواجهو بوحدو؟ قالوا لي غادي تكون المهمه مشتركه، غادي تكون قوه المكافحه النفحه البيضاء في عين المكان، وغادي تكون حتى القوات الخاصه بقياده كابتن غارزا. دخلت عليهم كيت مسؤوله في اداره مكافحه النفحه البيضاء، قالت لهم موعد تنفيذ العمليه تغير غادي ننفذوها غدا. برانتون قال لها ما يمكنش هادشي، راه خصنا ندرسوا العمليه وندرسوا المنطقه والدرونات اللي غادي تحركوا تما. قالت لهم فرصه وحده باش نشدوه، هي غدا زقلنا ضيعنا من يدينا. وقالت لبرانتون تبعني خرج معاه. قالت له سمعت بيك بلي عمرك فشتي في شي مهمه؟ قال لها ما عرفتش، انا براسي ما فراسيش هادشي. قالت له انا ما كنضحكش، انا ما بغيت حتى شي واحد معايا، ولكن هما اللي جابوك غير باش تامني، واخا راه معايا قوات غارزا وفريق الفا، انا عارفه بلي ما كافيينش، ولكن واش انت قاد على هاد المهمه؟ قال لها كون ما كنتش قاد عليها كاع ما يصيفطوني هنا. قالت له عرفت التضاريس اللي كاين هنا؟ قال لها ما عارف حتى شي حاجه، اول مهمه عندي فات امريكا الجنوبيه. فقالت لي سير حفظ الخرائط ديال المنطقه وغدا نتلاقاو. داكشي اللي دار. نهار التالي برانتو وسانتياغو كانوا وسط الغابه قراب من الدار مراقبين من البعيد. فبرانتو حط القناصه ضرب على الدار، ما بان لي حتى شي واحد. علم كيتب هادشي اللي كانت وصلات هي وجوج فرقات. وفي نفس اللحظه توماس في الوكاله كيتفرج في المهمه عبر قمر اصطناعي. تدخل عليه وكيل وزاره الامن الداخلي جون، طلب منه يلغي المهمه، ماشي هادشي اللي تفاهمنا عليه. قالوا المهمه ماشي ديالنا، ديال قسم المكافحه النفحه البيضاء، واللي مسؤول على هاد المهمه هي كيت اللي عندها القرار النهائي تنفذها وعطات الاوامر. اما كيت قربات هي والفريق للدار، تقسموا على جوج، النص جاب الدوره وهي والفريق اللي معاه بداو كيقربوا من الدار، تبقات لهم 200 متر. سولات برانتو قال لها حتى واحد ما كيبان ليا، فعطات الاوامر قصدوا الدار. تحركوا كاملين، وفريق غارزا جايين من الجهه الثانيه دخلوا للدار قبل منهم، ما لقاو حتى شي واحد. تطرد كات قنبوله شتات الفريق غارزا. كيت بقات غير مصدومه على توماس بلي العمليه تكشفات وكاينين وفيات واصابات. القائد غارزا وقف، كان قناص مورليس بعيد على الدار تيرا فيه الرجل. كيت مشات تجرو، علمات برانتو بلي القناص ديال العدو كاين هنايا. بدا كيحاول يحدد الموقع ديالو، تصيفط قرطاسه ثانيه لغارزا للراس فالي. فبرانتو حدد الموقع ديالو تيرا فيه زقلو، فهرب لهم من تما.
من بعد توماس جامع بهم باش يعرف السبب ديال الفشل ديالهم في هاد المهمه. جون قال لهم نتوما كاملين كنحملكم المسؤوليه ديال هادشي اللي وقع. كيت قالت لهم هذا فخ داروا لينا. توماس قال لهم كاين شي واحد في البوليس اللي سرب المعلومات ديال العمليه ديالنا، وهذا القناص اللي خدام معاه ماشي واحد عادي، هذا راه محترف وكيعرفنا كاملين واحد بواحد. مورليس راه عطانا انذار باش ما نبقاوش نقلبوا عليه. جون طلب منهم يلغيو هاد المهمه. برانتو قال توماس عطيني 48 ساعه غنشد مورليس، الا ما نجحناش لغي هاد العمليه. فتوماس وافق وقال له عندك 48 ساعه، فشلتي غترجع لامريكا. فملي سالاو الاجتماع كلهم خرجوا. توماس قال لولدو القناص راه دابا كيعرفك شكون انت بالضبط، فرض البال راسك هاد 48 ساعه. فخرج مشى مع كيت القسم المكافحه النفحه البيضاء اللي غادي يجلسوا فيه وغيكونوا قراب من الاحياء اللي كيتوقعوا غيكون فيها مورليس. وفي نفس اللحظه القناص جاء اتصال من مورليس قالوا راه عندك فرصه اخرى، الامريكا راه جالس في وكاله هو وكيت. اما برانتون كان جالس في الغرفه ديالو تدخلات عنده كيت، شكراتو على داكشي اللي دار معاه في الاجتماع، عاونا باش تبقى هاد المهمه مفتوحه. فورا الموقع اللي كان فيه القناص قال لها القرطاسه الاولى ضربات الهدف مباشره للرجل، والقرطاسه الثانيه بدلات المسار ديالها دازت من حدا التراكتور قبل ما تصيب الهدف للراس. هادشي شنو كيعني؟ قالت له انا ما كيهمنيش القناص، باغا نشد غا مورليس. فقال لها هاد الطريقه اللي كتفكري بها هي اللي خلاتنا نفقدوا الناس في داك المهمه الفاشله. فخرجات كاعيه وكتبكي وكتحمل راسها الذنب ديال هذوك اللي ماتوا. وبرانتون كان مصيفط سانتياغو لواحد المبنى حداهم جالس في السطح ديالو كيقلب في الديوره بقناصه. اما كيت مشات تلاقات بواحد القيسي سميتو كارلوس، طلباتو عاونا تلقى مورليس. قال لها نصيحه مني ليك بعدي من هذاك، راه ما كيلعبش راس مالو هو القرطاس، فما تغامريش بحياتك. فبدات كطلب فيه عاونا قال لها انا نصحتك وانت تعرفي القناص ديالو سميتو ديابلو هو الوحيد اللي يقدر يوصلك لمورليس، وسميتك الا وصلت لهاد القناص نسني لك عليها غيصفيها لك، هذا راه ماشي قناص محترف، شي حاجه اكثر من هكاك. فقالت له انا غادي نتكلف غير عاوني. قالت تسنى الاتصال ديالي. اما برانتون جاتو اشاره من سانتياغو بلي شاف شي حاجه غريبه في التلسكوب. فهاديك الساعه مشى طلع السطح ديال المبنى، حط القناصه ديالو. سانتياغو عطاه الاحداثيات، وجا القناصه ديالو للموقع اللي فيه غاد الديوره بان لي الليزر مضروب فيه اون فاس مع القناصه. قال سانتياغو هو هذا القناص ديالو. سانتياغو قال راه بعيد عليك ب 1700 متر والسرعه ديال القرطاسه 16 ثانيه. القناص كان حتى هو مقنص عليه للراس تيرا. برانتو شاف القرطاسه جايه في اتجاه ديالو، طلع تخزن قبل ما تجي فيه. ملي طلع الصباح جبد القرطاسه من الحيط عطاها لطوماس. شنو هي هادي؟ توماس ما قدرش يعرف النوع ديالها، استعنوا بريتشار تسولوا على هاد القرطاسه، بدا كيشرح لهم عليها. قال لهم هاد النوعيه ديال القرطاس راه حديثه ومتطوره، تقدر تتحكم بها عن بعد، مرتبطه بنظام بصريات تتكون غادا قاصده الهدف، والا تحرك كتحرك معاه. توماس قال لهم هادشي خطر من داكشي اللي كنتخيلوا. فقال لهم راه دابا الوكاله ما بقاتش مامنه، خاصكم تبدلوا الموقع ديالكم. جون قال لهم حنا غادي نتكلفوا بهم، وقال لهم غادي نصيفط لكم طوموبيلات تديكم للموقع السري تابع لوكاله المخابرات المركزيه. في نفس اللحظه مورليس في المخبأ ديالو كيلعب البلياردو مع واحد من رجالو مراهنين بعضياتهم على شكون اللي غيربح. مورليس خسر الطرح لا حليل فلوس، جبد فردي حطوا ليه في الراس كيفاش تربح الزعيم ديالك. بدا كيطلب ويزاوق فيه وقال له فلوسك ترجع ليك. مورليس قال له درت لك هكا غير باش ما تبقاش تخاف، راه خصك تدافع على حقك والخوف حيدو منك. وقال لك رجالو خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، هي واحد فيكم غادي يكون منكم بلاصتي واحد النهار يسير لا فاميليا. ونأكد لكم واحد الحاجه، هي العدو ديالكم الا شم ريحه الخوف فيكم غيقضي عليكم كاملين. جا المساعد ديالو جا قال له الامريكيين كيقلبوا عليك. قال له خليهم يقلبوا، انا ما كنخافش منهم، مسيطرين على كاع الطرقان اللي في الحدود الامريكيه. الا جوج طرقان الا مشينا حتى سيطرنا عليهم غادي تولي اي حاجه كتوصل للحدود غادي تكون غير ديالنا. تصونا ليه ديابلو. قال المساعد ديالو سيرو صفيو لهاد ديابلو، هنيوني منه راه ما بقاش صالح. وتحرك طلع للمكتب ديالو باش يجاوبو. كيلقى ديابلو عنده في المكتب منيش عليه بسلاح كيتسناه. قالوا فين هي فلوسي؟ قالوا انا تفاهمت معاك تصفيها لذاك الامريكي وتاخذ فلوس، راك فشلتي هو باقي حي. وقالوا ما بقيتش محتاج ليك، تقدر تمشي بحالك تاخذ لك شي اجازه. وفي نفس اللحظه برانتون وكيتو سانتياغو وصلت الطوموبيله اللي غادي ديهم، ركبوا تحركوا بهم. تا كيت جا اتصال من كارلوس قال راه عندي لك شي اخبار، واش مستعده؟ مستعده غير قول. قال ديابلو عنده واحد الخطيبه ديالو سميتها ماريا، كتعيش في واحد الحي اللي فيه العصابات مورليس كتسيطر عليه. في اي لحظه تقدر تمشي من تما. فقطعات معاه، صيفط لها العنوان ديالها في الرساله ودارت لعند برانتون. قالت له انا عارفه هاد المهمه ما باغيهاش، دابا اللي كيهمك هو داك القناص اللي كتظن انه احسن منك كيصاوب بقناصه حديثه. قال لي هادشي ما كاينش، انا هنا باش نوفر لك الحمايه ونعاونك تشدي هاد مورليس، ما كاينه حتى شي حاجه اخرى من داكشي. تخرج ليهم واحد الكاميون من واحد الزنقه، دخل فيهم قلب بهم الطوموبيل. هبطوا العصابه كيتيريو عليهم. برانتون هبط هو سانتياغو شبكوها معاهم تصفيو عليهم كاملين. برانتون دار كيقلب على كيت، اختفات، ضرب على الطوموبيله، خلات التليفون، قرا الرساله، عرفها مشات لذاك الحي. كيت كانت وصلت للحي، ضربوا عليها شي وحدين عرفوها برانيه، شكوا فيها، تبعوها حتى وصلت للدار ديال ماريا. دقات عليها حلات شكون انتي، وراتها الباج ديال البوليس وقالت لها انا كنقلب على ماريا.
بغات تسد عليها الباب، دفعاتو وقف عليها واحد شنو بغيتي، جبدات عليه فردي ماريا دفعاتها لا حتى فاش شدوها دوك الرباعه كيفرشخو فيها. اش جايه كديري عندنا هنا، علاش كتقلبي؟ تابعت معاهم برانتون تيرا في ربعه على الراس فاليهم، واحد ركب على واحد الكروس وهرب بيه. كيتشدات واحد كتخنق فيه باش تعرف منه البلاصه ديال مورليس، خرجت لها ماريا بكلاطه تلقيه، لقاتو هربات مع برانتون كي طيرات لها الكلاطه وشيرات فيها جبداتها، ضربات على السنسله لابسها، طيراتها لها قلباتها، لقات فيها الصوره ديالها مع ديابلو، عطاتها لبرانتون، عيط لطوماس وصيفط له الصوره ديال ديابلو وقال له هذا القناص بغيناك تجبد عليه معلومات تكون هو باينه في امريكي، ملي توصل لشي معلومات اتصل بينا غادي نختفيو من الوجود، راه كاين شي خائن وسطنا كيوصل لهم الخبار ديال التحركات ديالنا. توماس ملي قطع معاه جون قال له غادي تسالي 48 ساعه اليوم، راه خصك تلغي هذيك المهمه. قال له ما غاديش تلغى هذه المهمه، قربنا لهاد مورليس، دابا المهمه اللي ولا محكم فيها هو برانتو، هو اللي غادي يقرر شنو غادي يدير. اما برانتون مع كيت قال لها خصنا نمشيو نقلبوا على شي بلاصه مامنه نجلسوا فيها. قالت له شبعني عارفه واحد البلاصه، داتو لعند كارلوس، طلبات منه يخزنهم في الدار ديالو ووافق قدام ليها. فبرانتون سولو على هاد مورليس، قالوا راه المسؤولين اصحاب النفوذ في البلاد كيوفروا ليه الحمايه وشاري من عندهم الطريق ومخلينو يدير ما بغا. كيت قالت له الا خطفنا شي واحد من عائلته نقدروا نخرجوه من المخبأ ديالو ويدير اخطاء هو والقناص ديالو، حنا نستغلوا هادشي. قال لها ممكن هاد الخطه سيف ذو حدين، تقدر تنجح تقدر لا. فطلبات منه يعاونهم، قال لها نشوف نرد عليكم. النهار التالي ريتشارد اتصل بتوماس، قالوا 3 من اهم رجال عند مورليس لقاهم ميتين، كلهم ماتوا من نفس القناص واحد. جورج مكلب بالحسابات مورليس لقاهم ميت في البيرو ديالو مع 6 ديال الصباح، والثاني ميخائيل مكلب بالتعذيب، والثالث موريان مكلب بالمهمات الصعبه. وانا شاك اللي دار هادشي هو داك برانتو، الا كان هو ضربات معلم. وفي نفس اللحظه مورليس مشى عند ديابلو قال له بغيتك ترجع تخدم معايا، الهدف غادي يكون هو برانتون، بغيتك تصفي عليه هو وكيت، ها هي 500 الف دولار، وملي تسالي المهمه غادي نعطيك 500 الف دولار اللي بقات. النهار التالي توماس اتصل بريتشارد، عطاه معلومات على ديابلو باللي كان قناص في القوات الدفاع الامريكي وهرب لفنزويلا ودخل من الحدود ديالها لكولومبيا واختفى لمده 9 شهور. جون قال لهم دابا اللي محيرني هو برانتون وكيت فينا هما. ريتشارد قال له خليهم راهم عارفين اش كيديروا. اما ديابلو تلاقى بواحد من رجال مورليس، عطاه شي فلوس وقال له اي معلومه على برانتو وكيت بغيتك تعلم لي بها. خدا من عنده الفلوس وقال له راني عارفهم فين كاينين، راه رجالي قالوا لي بلي شي قسيس سميتو كارلوس كيعاونهم. وفي نفس اللحظه كيت مشات عند برانتون اللي كان كيتسنى فراس ديال الزنقه، قالت له كارلوس صيفط لي رساله نتلاقاو به في الشرطه اللي قدام الكنيسه، كنتصل به ما كيجاوبش. قال لها هاد الرساله راه خلينا فهز القناصه ديالو، مشى هو وياه قربوا حتى الكنيسه وقال لها ديابلو كاين في شي بلاصه مخزون هنا. ضربوا على واحد الدار الباب ديالها مفتوح، دخلوه هبطوا لقاو الكراج ديال سيكليس. قال لها هو بغى يستدرجنا الشرطه، حنا غادي نراقبوه من هنا حتى نحدوا الموقع ديالو. حط القناصه ديالو كيقلب عليه وكيت كتقلب بالتلسكوب، بانت له واحد الطوموبيله واقفه، قالت له يقدر يكون فيها. قال لها انا قناص هو قناص، مدربين على هادشي وعارفين بعطياتنا كيفاش كنفكروا، كنختلفوا غير فشي حوايج بالطريقه اللي كنفكروا بها. تضربوا على واحد الكاميو وقف، هبطوا شي رجال دخلوا للشرطه ورجعوا تحركوا بحالهم. تا كيت كتضرب على كارلوس معلقينه في شجره بكورته من عنقه، كيت بغات تخرج تعتقو. برانتون شدا الا خرجتي ديابلو غيصفيها لك. ديابلو كان فوق الكنيسه حاط القناصه ديالو كيتسناهم يبانو. برانتون نيش بقناصه الحبل تيرا فيه 2 قرطاسات قطع به الحبل. ديابلو حدد الموقع ديالهم، بدا كيتيري عليهم تخزنوا تيرا في كارلوس للراس فالي. النهار التالي برانتون وكيت حضروا الجنازه ديال كارلوس، تا برانتون ضرب على واحد من رجال مورليس كيبكي على كارلوس، مع شافو تحرك هرب، فبرانتون تحرك تابعو بيزناقي تشدو. قالوا لي صفال كارلوس هو زعيم كون مورليس، طلب منه يعاونهم ويقول لهم على البلاصه اللي يخزون فيها مورليس. خاف على راسو، قال له هذا وعد مني لك غادي نوفر لك الحمايه. فاعترف لهم على البلاصه اللي مخزون فيها، مشاو القوات الخاصه اقتحموا عليه الدار، فعلا لقاو لداخل مينطو وخرجوا. كيت قالت له درتي اكبر غلط اللي صفيتيها لكارلوس، هادشي اللي خلانا نوصلوا ليك. برانتون قال له ديابلو مع من كيخدم من غيرك انت، قالوا ما غادي نهضر حتى تعقدوا معايا صفقه. فطلعوا لفاركو. جون قال لبرانتون مهمتك سالات، راه كاينه الطياره دابا كتسناك، راه المكتب العام الامريكي طلبوا نصيفطوه لهم لميامي لتما غيحقوا معاه. فبرانتون هضر مع توماس قال له راه ديابلو يستحيل يخلي مورليس يوصل للمحكمه بلا ما يصفي ليه باش ما يعترفش عليه مع من خدام، فقالوا غادي يمشيو معاه كاملين لتما تنوصلوا للمحكمه. النهار التالي ديابلو وصل لميامي باش ينفذ مهمته، اتصل بشخص علمو باللي وصل، طلب منه وجد ليه القناصه ديالو. فملي خرج من المطار لقى الطوموبيله فيها القناصه والقرطاس، مشى لاقرب موقع ديال مركز القوات، فتح واحد الفتحه في الزاج مقابله مع الشارع اللي غادي يدوزو منه جميع الطوموبيلات. في نفس اللحظه القوات وصلوا مورليس للمركز وحاطين عليه حراسه مشدده. ريتشارد كان مع توماس وكيت وبرانتون كيحطوا الخطه التامين ديال مورليس، عطاهم شي قرطاس حديد اخر ما كاين وقال لهم هذا كيوصل للهدف غينفجر. توصل عندهم جون قال لهم انا ورجالي غادي نامنوا الطريق لمورليس،
فريتشارد قالوا راه حنا وجدنا كلشي ودابا غادي نتحركوا. فبداو القوات كيستعدوا باش يامنوا الموكب. مورليس خرجوا مغطيين له راسو ضربوه في الطوموبيله، وريتشارد وبرونتون وكيت وجون مشاو للموقع معاكس اتجاه ديال الشارع. جون قال لهم كان خصنا نمشيو معاه ماشي نراقبوا من هذا الموقع. فبرانتون قال له هذاك اللي صيفطناه مغطيين له وجهه ماشي مورليس، هذاك غير فخره. مورليس غادي يخرج في هونتا تابعه لشركه التنظيف. فطلعوا للسطح مراقبين الموكب اللي دار الديبار، تحركوا بان لهم داز من الشارع بامان. فبقاو مراقبين الهونتا جايه تخرجوا لها رجال ديال ديابلو، دوروها بداو كيتيريو عليها. ريتشارد بدا كيتيري عليهم بقناصه للراس تسالى مع كلشي. فديابلو تيرا بقرطاسه وحده للطوموبيله شتتها. فبرانتو حدد الموقع ديالو، نيش عليه للراس تيرا، مشات القرطاسه ديريكت للراس ديال ديابلو فرقعاتو ليه. وغادي نعرفوا بلي مورليس كان في الموكب وما كانش في داك الطوموبيله ديال نظافه. وهما قالوا له هادشي لجون من بعد ما عرفوه هو الخائن خدام مع مورليس، وعرفوه بلي كانوا مراقبينو كيوصل المعلومات لمورليس. وريتشارد وراه التصويرات ديال الرسائل اللي كانت طايره بيناتهم، وقال له عرفت بلي انت اللي عاونتي ديابلو يدخل لميامي باش يصفيها لمورليس باش ما يعترفش بيك. فمنطوه داو. ريتشارد شكرهم على المجهودات اللي داروا في هذه العمليه وودعوا بعضياتهم. وتا لهنا غادي تسالي القصه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وتخليونا شي لايك وكومونتير. تهلاو.